السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا النهاردة نعمل حاجة حلوة جميلة كده. يلا بينا نعمل القشطوطة او الترليتشيا. قبل ما نعمل بقى هنسمي ونصلي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شايفين قد ايه هي قوامها جميل وارتفاعها كمان مظبوط، وهي كمان كلها كده مظبوطة بالملي. هخليك ان شاء الله تبقي محترفة في انك تعملي الترليتشيا كل يوم لو عايزة تعمليها كل يوم. تمام، يلا بينا ندخل في المقادير. واول مكون عندنا النهارده كوبايتين كريم شانتيه مع كوبايتين لبن حليب كامل الدسم. لو عايزه تستخدمي ميه ما عنديش اي مشكله، ده ينفع وده ينفع. المهم حبيبتي يكون اللبن ساقع او الميه تكون ساقعه جدا اللي انت هتشتغلي بيها، يعني تحطها في الفريزر حوالي ساعه كده، ساعه ونص، وهتضربي بيها الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين بالهاند بلندر بقى، بايدك، بالمضرب اليدوي، بالمضرب الكهربائي، وبدخلهم على رف التلاجة لحد ما نعمل الكيك بتاعنا. عندي كده تاني مرحلة حبايبي 4 بيضات، كوباية زيت، وكوبايتين سكر بودر، وبنقلب مع بعض كده حبايبي. انا ليه بشتغل النهاردة بالمضرب اليدوي؟ عشان حبايبي مش كل الناس عندها مضرب كهرباء، مش كل الناس عندها عجان، مش كل الناس عندها هاند بلندر. تمام، بضربهم جامد كده لحد ما يديني القوام ده ويديني اللون الابيض ده، كمان يبقى شكله كريمي كده. بنزل بالفانيليا، عندك فانيليا سايلة ماشي، عندك فانيليا سكر اوكي، عصرة ليمونة وذرة ملح، وبنقلب كويس جدا لحد ما بيديني القوام ده حبايبي. بعدين بنزل بالدقيق. مقدرنا في الدقيق النهاردة ايه؟ عندي كوبايتين ونص دقيق. بننخل الدقيق كويس جدا. تمام، هنا حد يقول لي انا ممكن ادخل الدقيق قبل ما اعمل الكيك اصلا وبعدين انزل بيه على الكيك كده؟ لا، المفروض بالمنخل كده على طول، لان بيفتح مسام الكيك وبيخلي الهواء يخرج منها ويخليها بسم الله ما شاء الله هشة وجميلة، وكمان ما يبقاش فيها اي تكتلات. تمام، وبقلب دقيق كويس جدا. والخطوة الجاية دي حبايبي مهمة جدا جدا لوصفتنا النهاردة. طبعا قلبنا كل الدقيق كويس وبيدينا القوام الجميل ده حبايبي. نيجي هنا بقى لمرحلة اللبن. عندي كوبايتين لبن على النار. انا محتاجة اشوف اللبن بقى بيغلي، لازم اللبن يغلي. تمام، هي دي الكيكة بقى اللي بتتعمل بالحليب الساخن. عندي 4 معالق زبدة بنسيحهم مع اللبن كده. بفضل اقلب كويس جدا لحد ايه الزبدة ما تسيح في قلب اللبن. وفي المرحلة دي انا نسيت ان انا احط البيكنج باودر مع الدقيق، فضفت معلقتين دقيق وعليهم قلبت البيكنج باودر كده كويس. فانتوا بالنسبة لكم ما تنسوش الخطوة المهمة دي، تحاولوا تقلبوا البيكنج باودر مع الدقيق في البداية اصلا. تمام، وقلبته. شايفين القوام الجميل ده؟ طبعا معلقتين ما قصروش في الكيك. كده احنا غلينا اللبن خلاص، وبننزل باللبن سخن جدا كده زي ما انتوا شايفين. ما تخافوش، مش هيسوي البيض مش هيعمل اي حاجه، لان احنا اصلا في المرحله دي احنا كنا قلبنا البيض مع الدقيق مع كل حاجه مع المكونات كلها في قلب بعض، بتبقى دي مرحله سوا. تمام، احنا كده دخلنا في مرحله التسويه. قلبنا ورجع بقى الكيك لقوامه الاساسي. شايفين حبايبي بقت جميله وكريمي ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وبدهن الصينيه بتاعتي. انا عندي الصينيه بتاعتي او القالب دوت كبير جدا، طبعا ده مقاس 40 في 25. وباي خله كده او شيش او عصايه الشيش طاووق، وبقلب كويس كده عشان يعني تخرج كل الهواء اللي في الكيك، واخبطها خبطتين. تمام، تدخل الفرن حبايبي على 200. خدت معايا قد ايه؟ خدت حوالي تلت ساعه بالظبط مش اكتر. بنطلعها ونغطيها بحاجه تعرق بقى، وتبص تلاقي الوش ده بيطلع معاكي بسرعه، سهل جدا جدا في انه هو يتشال معاكي. اما بتغطيها وتعرقيها بتبقى سهله جدا انها تخرج معاكي، ما بتاخدش وقت زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين حبايبي ما خدتش معايا والله دقيقتين.
بفتح بقى اخرم الكيك كده كويس جدا. نعمل الفتحات دي ليه بقى؟ عشان نشرب اللبن. عندي كوبايتين لبن بشربهم للكيك بعد ما طلعتها من الفرن بحوالي 5 دقايق. ليه بقى؟ عشان ما تعجنش. نحطها في الفرن نص ساعة ونطلع الكريم شانتيه بتاعنا ونطلع الكيك الجميل بتاعنا دوت. ونبتدي بقى ايه؟ ننزل بالطبقة التانية وهي طبقة الكريم شانتيه بكيس حلواني بقى، اي كيس عندك، حتى لو كيس تلاجة من اللي في البيت. وبتبتدي تنزلي بقى الايه؟ الكريم شانتيه، تنزلي بيه على الكيك كده بالطريقة دي. بيبقى طبعا لما بتيجي تفرديه مبيبقاش فيه طبقة عالية وطبقة واطية، بيبقى كله بمستوى واحد. لو عندك بقى سكرابر، عندك اللي هي السكينة اللي قطعت البسبوسة والحاجات الحلويات دي، بتبليها مية وتمشي بيها كده على الوش، بتظبط الدنيا معاكي وبتبقى كلها مستوى واحد. بسم الله ما شاء الله. الوصفة بتاعتنا النهاردة حبايبي ما طولتش، ما خدتش وقت في ايدينا. هي بس يا دوب بنعمل الطبقة وندخلها التلاجة تطلع. يعني هما كلهم في النهاية كلهم مرحلتين 3 مش اكتر. ما خدتش معايا وقت وخلصت بسرعة، وكل ما قدرنا موجودة في البيت. ونيجي بقى لاخر طبقة عندنا حبايبي، كوباية سكر كده وعلى النار، وبسيبها في البداية تسيح مع نفسها الاول شوية. وبعد كده ببتدي بقى افك التكتلات دي واحدة بواحدة كده، مش هتاخد في ايدي دقايق يعني، على نار هادية جدا جدا. وحاولي على قد ما تقدري ما تعليش النار عشان ما يتحرقش معاكي. ننزل بمعلقة زبدة، هتبتدي تعمل معايا فوران كده، وبقلب الزبدة. خلاص كده الزبدة بتاعتي بقت مش موجودة خلاص. بنزل بكوباية مية سخنة. ليه بقى مية سخنة؟ احنا قلنا قبل كده المية السخنة حبايبي ما بتعملش تكتلات جامدة. لما بتنزلي بالمية الباردة بتعمل تكتلات وصعبة اوي ان انت تفكها، وممكن تتحروق منك. المية السخنة بتساعدها انها تتفك بسرعة، وفي نفس الوقت بتبقى التكتلات فيها بسيطة جدا. تمام. وبنقلب كده كويس جدا. وعندي نص كوباية مية بمعلقتين نشا، بنزل بيهم واقلبهم. طبعا بيديني اللون اللي انتوا شايفينه معايا ده حبايبي كده الداكن. وبعدين بيبتدي بقى ايه مع الغليان يديني اللون الشفاف الجميل ده الاورنج. مش باين بقى اورنج ليه؟ لان الصينيه بتاعتي انا اللي هي التيفال فاسود. لو عندك صينيه الطاسه بتاعتك ملونه او فاتحه هتشوفي بقى اللون، وهنشوفه مع بعض دلوقتي. وبنشيلها من على النار اول ما تديني الايه القوام الجميل ده. وبعد ما تهدى حبايبي ب5 دقايق وانا بقلب بنزل بيها على الكريم شانتيه، ونبتدي نفردها كده واحده واحده مع بعض. انزل بكل الكميه. واللي وصل معايا لحد هنا حبايبي ما ينسانيش باللايك والشير سبسكرايب، ويضغط على كلمه الكل يوصلكم كل فيديوهات جديده. بفرد كده حبايبي الكراميل. خلاص بقت كده خلاص طبقه جميله جدا. وبندخلها التلاجة لمده تلت ساعه او ربع ساعه. شايفين حبايبي؟ وبعدين باقي عندي بقى معلقتين كريم شانتيه بطلعهم كده، وافضل اروح واجي كده على الصينيه بتاعتي. تمام. وبنجيب عصايه الشيش طاووق، ونفضل بقى ايه رايح جاي كده بالعكس، مره رايح ومره جاي، تديني طبعا الرسمه الجميله دي. شايفين حبايبي؟ وكده خلاص خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده. جميله بقى الاولاد بسم الله ما شاء الله يفرحوا بيها. هي مش مكلفه بصراحه يعني، فيها بتاخد لبن كتير بس والله مش مكلفه. لو حسبتيها احنا بنشتريها من بره بكام، لو حسبتيها في البيت اصلا كل اللي انت عملتيه ده ما يجيش يعني بتمن قطعتين من اللي انت هتشتريهم من بره.
شايفين بقى الجمال والقوام والارتفاع والحاجة الجميلة، فرح اولادنا. ويا سلام بقى لو عندك ضيوف تشرفك قدام ضيوفك، ما تشتريش حاجة من بره، ما تكلفيش نفسك. وشايفين حبايبي ما شاء الله. وبس، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بحفظ الله.